كان في مباراة النهاردة اتلعبت في الدوري الانجليزي بين فريق فولهام وفريق مانشستر يونايتد، ومباراة طبعا على ارض فولهام. ومباراة فولهام دخل المباراة دي يعني عايز يكسب بأي شكل عشان هو في المراكز الأخيرة في الدوري الإنجليزي، واستغلال الأرض والجمهور كمان. ده هيخلي مهمته سهلة شوية، ولكن ما حصلش الكلام ده. نادي فولهام دخل المباراة باستحواذ، مستحوذ على المباراة، ولكن دفاعات مانشستر يونايتد وحارس المرمى وقف قدام هجمات فولهام الخطيرة. تسديدات من بره منطقة الجزاء، كان ممكن فولهام تحرز هدف في أي وقت في الشوط الأول، ولكن مدافعين مانشستر يونايتد وحارس المرمى بالأخص قدروا إنهم يحافظوا على النتيجة. الشوط الثاني مانشستر يونايتد استحوذت على المباراة وأضاعت كذا هجمة على مرمى فولهام لحد الدقائق الأخيرة. قدر المهاجم بتاع مانشستر يونايتد فرنانديز قدر ان يحرز هدف اللقاء الوحيد من تسديدة من بره منطقة الجزاء. اللاعب ده أشول ومن أحسن اللعيبة دلوقتي في مانشستر يونايتد. الكرة كانت حلوة قوي، هجمة جماعية اتلعبت بين اللعيبة وبعضها وراحت على طول لفرنانديز اللي ما كدبش خبر، مرقص على طول اللاعب اللي قدامه وفضى مساحة لنفسه وسدد الكرة حلو قوي على شمال حارس مرمى نادي فولهام عشان مانشستر يونايتد تفوز خارج أرضها بهدف مقابل لا شيء. مانشستر يونايتد أداءها اتحسن شوية المباريات الأخيرة، ما كانش فيه مستوى ثابت في الفريق، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت لازم مانشستر يونايتد يكون في تشكيل ثابت، وكمان يكون في تغيير في طريقة اللعب عشان تقدر اللعيبة انها تنتج او يعني تنتج في أرضية الملعب. وانا اجيب لكم ملخص، هو ملخص بسيط بس يا رب الاهداف او الهدف اللي جابته مانشستر يونايتد يعجبكم، وفي كذا فرصة كمان لفولهام. كده انا خلصت. لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكم. شكرا.